ايه رأيكم في الكيكة الجميلة ديت؟ عايزة اقول لكم جامدة 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 جامدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى، بما انه طبعا قلت لكم احنا في اجازة قمت اعمل ايه دلوقتي ساعة المغارب ديت؟ صينية كيكة كده بالدقيق الذرة بتاعنا الخطيرة، مع كوباية شاي بلبن بقى، ايه، ونظبط العيال من القعدة اللي هم قاعدينها. تعالوا يلا نشوف احنا هنعمل ايه. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا معايا كوبايتين دقيق ذره وكوبايه واحده من الدقيق الابيض. انا بحبها تبقى كلها ذره معظمها يعني، بس لازم احط من الابيض عشان بمعنى صح بالبلدي كده ما تبقاش كلها ذره وتزورنا. فاحنا لا، انا خليتها كوبايتين ذره وكوبايه واحده من الابيض. تمام، نخلتهم قبل ما اطلع معاكم مرتين. لازم تنخلوهم يا جماعه عشان تاخدي نتيجه حلوه من الكيك بتاعك. لازم تنخلي. يبقى انا جبت كوبايتين دقيق ذره، ومعايا كوبايه من الدقيق العادي ونخلتهم. معايا كوبايه سمنه على زيت، كوبايه سمنه على زيت، بيكنج باودر، فانيليا، رشه ملح، خل، كوبايتين لبن، 3 بيضات، زبادي، كوبايه ونص من السكر. تعالوا يلا نبدا ونشوف هنعمل ايه. جبت الخلاط بتاعي. بصوا يا جماعه انا هعمل ايه. هنزل اول حاجه بالبيض بتاعي اهوت، 3 بيضات درجه حراره الغرفه، وهنزل عليهم بالسكر. هضرب البيض والسكر مع بعض، يعني هضرب البيض والسكر الاول وبعد كده اكمل بقيه المقادير بتاعتي في الضرب. بصوا يا جماعه، ما دام انا طبعا ضربت لازم هحط، انا اديتها كده ضربتين، وهنزل عليها بالفانيليا بتاعتي اهو. وبعد كده هتنزلي بقى ببقيه مقاديرك، اللي هي بقى ايه. الزبادي يا جماعه انا بحبه قوي بعد الكيك، بيديها كده ايه، طراوه، وبيديها طعم حلو قوي. ادي كده كوبايه الزبادي. هنزل باللبن بتاعي بكوبايتين من اللبن. بصوا يا جماعه، ما دول كوبايتين بس، كوبايات مش كبيره، كوبايات صغيره. هنزل عليها بالسمنه اهوت والزيت. سمنه وزيت يا جماعه، بحب احط خليط يبقى مع بعضيه. معلقه خل. معلقه الخل دي بتخليها هشه وجميله. نضرب في الخلاط ونرجع. اجيب بقى الطبق بتاعي اللي انا حاطه فيه كوبايتين الدقيق الذره وكوبايه العاديه، وهنزل عليهم بالبيكنج باودر ورشه الملح بتاعتي، واقوم جايه بس كده ايه، مقلباهم تقليب نص. قلبتها تقليبتين بس كده عشان ادخل كل يعني البيكنج باودر في الدقيق في كله اهو. تمام كده تمام. هنزل بقى بالخليط يا جماعه واحده واحده، مش هنزل بيه مره واحده. بصوا بقى، انا حطيت حبه حبه وهقلب. ولسه فيها حبه خليط، بس اقلب كويس بس كده، وبعد كده ايه، لو محتاجه الخليط الباقي هنحطه عليه. شفتوا بقى يا جماعه، زي ما قلت لكم ما رضيتش احطه كله عشان ممكن مش هحتاجه. فانا بالنسبه لي يا دوبك حطيت برده حبه فوق اللي انا وريتهم لكم، لحد ما بقيت معايا بالسمك ده. بصوا، ده السمك بتاع الكيكه اللي بيطلع معاكي هش وجميل. جبت صينيه معايا اهو، زي ما انتم شايفين مبطناها طبعا بالزبده وبالدقيق. هنزل عليها بالخليط بتاعي. بصوا يا جماعه اهي. قبل ما تدخليها الفرن، طبعا انا قايده الفرن على درجه 180، يعني من ربع ساعه بالظبط. اول ما عرفت انا هعمل كيك فرحت قايده الفرن. تمام، انا حطيتها، بس هعملها كده يعني. ليه بنعمل الحته دي؟ بخرج الهواء منها اهو. بصوا، تعملوها بس كده كده خلاص. تمام، هدخلها الفرن على درجه حراره 180، وبعد كده هتابعها. شوف بقى ايه اللي هيحصل. ايه رأيكم في الكيكة الجامدة دي؟ بصوا بتتكلم عن نفسها بجد، بأمانة بتتكلم عن نفسها. يلا بينا نبدأ بقى الفيديو ونشوف هنعمل ازاي الحلوة دي. ورجعت لكم بعد ما خلصت الكيك بتاعنا الجامد. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الحلاوة ديت. صنعت الزعل هتزعل. بصوا جامدة ها؟ تعالوا يلا نقطعها بس كده. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا جميلة جميلة جميلة. يلا بقى نشوف الكيك بتاعنا الجامد. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نطلع الحرف الاول عشان اعرف اطلع اللي جوه ديت. شايفين؟ شايفين؟ بصوا الجمال. بصوا الكيك مرتفع ازاي. بصوا بصوا بصوا، يا بصوا. ها، ايه رايكم؟ استنى بقى امسكها لكم. بصوا عامله ازاي. بصوا كيكه الذره يا جماعه، اللي بيقولوا لك بتبقى مفروله والكلام الفاضي ده. بس انا طبعا اعذروني مش هقدر اكل عامله دايت مش هقدر اكل. بصوا عامله ازاي. بصوا الجمال، بالله عليكم بصوا الجمال. بس انا بس ايه، انا مبسوطه قوي يا جماعه. انا مبسوطه جدا لما بعمل حاجه حلوه، ببقى مبسوطه منها قوي. بصوا تحفه. وكمان الكيك انا عن نفسي بيبقى جامد قوي وهو ساقع، ما بحبوش اكله سخن. بصوا الارتفاع، بصوا القطعه عامله ازاي. ده الكيك يا جماعه الذره، ده الكيك. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يا رب يا رب يكون قدرت اوصل لكم حاجه فيها معلومه تفكوا. عايزين بقى تعملوا كيك، اعملوها بالطريقه ديت وقولوا لي. تنسونيش باللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سالي صلاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.